أطفال البنت البيضاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله والتسليم للجواد ولرجال الله. نحاول ندير قراءة أطفال البنت البيضاء والبشرة السمراء يعني على التوالي. يا بسم الله البنت البيضاء، قلبك تخمامك باش ياتيك الله، قلبك تخمامك باش ياتيك الله، قلبك تخمامك باش ياتيك الله. قلبك على امور عتبه، امور عتبه عفوا، قلبك على امور عتبه باغا تفرحي عليها وباغا تشدي الطريق، يعني عندك طريق وعندك رجوع مع الذكاء الاسمر مربوع القد. تفكيرك في الشمتة على امور البلاد البعيده، تشمتي على اوراق كنتي كتوجديهم او لا شيء من هذا القبيل، او لا شيء يعني يخص البلاد البعيده وتشمتي عليهم. كنشوف عندك شمتة على امور البلاد البعيده. مازال ربي غادي ياتيك بفرحه، مازال ربي غادي ياتيك بضنيه، عندك امور طابله المخزن بالخير ان شاء الله. البنت البيضاء غادي تفرحي على امور عندك في طابله المخزن باذن السميع العليم، يعني قريبا وعاجلا ليس اجلا. كنشوف غادي يكون لك عمل وغادي يكون لك رجوع. كنشوف عندك طريق مع الذكاء الاسمر مربوع القد، عندك فرحه وعندك امور عتبه، الحمد لله كارتك باديه بالخير البنت البيضاء. عندك عتبه وعندك فرحه وزهر وعندك رجوع مع الذكاء الاسمر وعندك فرحه وزهر معاه ان شاء الله. غادي يرجع بالفرحه وغادي يرجع بالخير وبالفرحه والزهر ان شاء الله باذن السميع العليم. عندك خبر وعندك خبر على الذكاء الابيض وعندك خبر رجوع، يعني اذا كاين قطع كلام مع الذكر الابيض كنشوف عندك خبر رجوع، عندك اتصال منه، عندك اتصال من طرفه الذكر الابيض، عندك اتصال من طرفه قريب ان شاء الله باذن السميع العليم. في منكم كاينه منكم اللي كتحاول تشعل الشمع، او لا في منكم اللي بتحاول تشعل الشمع للذكر الاسمر الطويل. كنشوف الشمع راح يشد، الشمع يعني راح يخدم، راح شمع تهيج او لا شمع جلب يعني راح يكون لك بالخير. في منكم يعني كاينه منكم اللي كتحاول تشعل الذكر السمر الطويل شمع جلب او لا شمع تهييج. كنشوف غادي يكون بالخير، يعني لان كاين اللي ما كيستقلوش امور الشمع. كاين يعني مثلا برج مائي ما يمكنلكش تخدم له بالنار، ما يمكنلكش تخدم له بالشمع، لان ملي كنخدموا الشمع جلب وتهييج يعني الشمع راه نار، يعني ما يمكنناش نخدموه لبرج مائي، ما غاديش يشد فيه نهائيا. يعني هذا تفسير بسيط، يعني لان كاين الشخص اللي ما غاديش يشد فيه امور الشمع، ولو تشعلي له 1000 شمعه ما غاديش تجي ترجعوا لك، وما غاديش تكون يعني في النتيجه صحيحه، وما غاديش تكون صحيحه، وما غاديش ترجع لك الشخص اللي انت باغي. ولكن كنشوف الذكاء الاسمر، النتوه البيضاء اللي كتحاول تشعل الذكاء الاسمر الطويل امور شمع، كنقول لك غادي يكون لك الجلب وغادي يكون لك يعني الرجوع معاه. يعني راه صادق، راه غادي يصدق ان شاء الله باذن السميع العليم. خصوصا اللي برجهم مش برج مائي، يعني ملي كنهضروا على الابراج المائيه، برج الحوت برج العقرب، يعني اللي برجهم مش برج مائي يعني غيصدق فيه الشمع ان شاء الله وغادي يكون له بالخير. كنشوف في كاينه الانثى البيضاء اللي مريضه حاليا، مرضها امور سحر. الانثى البيضاء اللي مريضه حاليا مرضها امور سحر. كنقول لك خاصك، لان كنشوفك غادي تحاولي تشدي طريق او لا تجري على امور طريق او لا تجري في طريق باش تزولي امور السحر. اذا كتجري في امور طريق السحر باش تزوليه اولا باش تبطليه اولا باش تفوسخي راسك اولا باش تطفي الدون، كنقول لك عندك خبر بعلام الفرح، عندك خبر بعلام الفرح. يعني يعني اذا كتجري على امورك باش تزولي امور السحر، باش تشافي من امور السحر، الا كشاده الطريق باش تشافي وباش تجري على امور سحر تزوليه، كنقول لك ابشري عندك علام الفرح عليه. يعني الطريق اللي انت غادي تمشي فيها غادي تكون لك بعلام الفرح ان شاء الله. كنشوف الانثى الحنطيه اللي ماديك غادي ترحل من حداكم، غادي تبعد من المدينه اللي انت فيها. الانثى الحنطيه اللي كتاديك ان الانثى البيضاء كنشوفها اذا كانت من عائلتك او قريبه لك او من عائله زوجك. كاينه انثى حنطيه يعني مربوعه القد من عائله زوجك او قريبه لك او شيء من هذا القبيل، كنشوف عندها رحيل قريب وغادي تبعد عليك. كنشوف غادي ترحل من المدينه اللي انت فيها، ولو تكون كتاديك غير بالكلام، ولو تكون كتاديك غير بالعين، لان تقدر تكون عندك عين تابعه باتجاهها، تقدر تكون عندك مرض بسبب العين اولا التابعه اللي من اتجاهها، تقدر تكون كتستئفك بالكلام لان كنشوف عندك شمته وعندك يعني مقهوره من نتوى حنطيه من انثى حنطيه. كنشوف ربي قريب غادي يهزها عليك، غادي ترحل من المكان اللي انت فيه، من المكان اللي انت فيه حاليا كنشوفها غادي ترحل منه، غادي تبعد عليك، ويعني وغادي تاخذ الشر وتروح الحمد لله. كنشوف في أنثى سمراء موعدك بأمور البلاد البعيدة، كنقول لك ما تثقش بالوعود، يعني ما في شيء، ما كاين شيء من جهتها، ما كاين حتى شي حاجة من جهتها جدية. كنشوف كنقول لك ما تثقش بالوعود ديالها. قريب يعني من هنا 3 أوقات أولا مرة 3 أوقات على أمور غيار مع الأم ديالك. 3 أوقات 3 أيام أو 3 أسابيع كان لك غيار أو كان لك مشاكل أو كان لك
يعني خصام مع الأم ديالك، أولا من هنا 3 أوقات راح يكون لك خصام مع الأم ديالك، كاين 3 أوقات والأم ديالك وعندك غيار وعندك خصام معاها، يعني مرّة يعني دازت 3 أوقات كان لك خصام مع الأم ديالك، أولا من هنا 3 أوقات غادي تكون لك خصام أولا غادي يكون لك غيار مع الأم ديالك، عندك شيء ثقيل جايك في الطريق إن شاء الله، عندك شيء ثقيل وعندك خير ثقيل غادي يكون لك إن شاء الله. الأنثى الحنطية والأم ديالها مازال تابعينك في صداع ومشاكل، وأنتِ كتفكري في أمور صداع ومشاكل اللي عندك مع الأنثى الحنطية والأم ديالها. ضنيتك كتسنى ورقة أو كتسنى شي حاجة، يعني الطفل ديالك أولا الطفلة ديالك كيتسناو شي ورقة أولا كيتسناو شي أمر ورقة، يعني دافعين شي وراق، امتحان غادي يدوزوه، كونكور غادي يدوزوه، ضنيتك يعني كدوز أوراق، يعني عندها إمضاء على أوراق، كدوز امتحان كونكور يعني كتوجد أوراق سفر، كتوجد أوراق عمل، كنقول لك أبشري عندها بالخير الحمد لله، عندها بالخير إن شاء الله بإذن السميع العليم. وعندك خير حتى مع الأم الذكر الحنطي، لأن كاين خير مع الذكر الحنطي، الذكر الحنطي مربوع القد، البنت البيضاء اللي عندها علاقة مع الذكر الحنطي مربوع القد كنشوف عندك خير مع الأم ديالو، إذا كان خصام كنقول لك كاين تصالح، لأن كاين خير معاها، إلا كان عندك خصام معاها كنقول لك كاين تصالح وتصالح قريب إن شاء الله، عندك نصر على أمور مادية وعندك نصر على أمور فلوس غادي تنصر عليها، وعندك رجوع مع الذكر الحنطي عرض الكتاف في البيت الفراش غادي يرجع لبيت فراش وإن شاء الله بإذن السميع العليم، وغادي يدخل حاجة جديدة معاه اللي عتبتو، غادي يدخل حاجة بفلوس وحاجة بخير وبخير كتير إن شاء الله بإذن السميع العليم.